ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس. اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضه لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو ده جمعت لكم اشهر المنتجات للبشره والشعر والجسم اللي طول الوقت هتشوفوا عليها ريفيوز في تيك توك وانستجرام وعلى يوتيوب، وقلت لكم رايي فيها الحقيقي. الحاجات دي كلها انا اكيد اتكلمت عليها قبل كده، واكيد انتوا شفتوها لو انتوا متابعيني، بس جمعتها لكم كلها النهارده في فيديو واحد. فخلينا نبدا مع بعض باول حاجه. وعايزه اقول حاجه قبل ما نبدا الريفيو، انا قلت كام كلمه كده مهمين في اخر الفيديو لازم تسمعوها ضروري ضروري، ما حدش يفوت الجزء ده حتى لو انت عماله بتجري في الفيديو. وعايزه اقول لكم ان انا كل المنتجات الغاليه والمشهوره عملت لكم فيديو بدايل ليها، وروحوا شوفوا كمان الفيديو ده. اول حاجه كنت بشوفها على طول الناس بتتكلم عليها وكنت متحمسه ان انا اجربها، من فيفلين. الشاور جel بتاع فيفلين كانوا بيقعدوا يقولوا ان انتوا بتستحموا ببرفيوم وان ريحته ثابته جدا وان هو مش عارف ايه والكلام ده كله. الريحه اللي معايا دي سان كيست هاني، هي ريحتها فعلا فعلا حلوه، بس هو اوفر برايسد بشكل مش طبيعي. يعني انا ما ادفعش تاني الثمن اللي انا دفعته ده في شاور جل حجمه 200 مللي. هو ريحته حلوه على فكره، وريحته بتثبت، رغوته معقوله، مش اكتر رغوه في الدنيا ولكن كويسه. عامة هو برودكت كويس، بس هو اوفر برايسد. يعني الريحه دي اوكي، ما انت ممكن تشتريها من اي مكان تاني بسعر اقل وتاخدي كميه اكبر بكتير. يعني بسعر ممكن تشتري 3 4 شاور جيلات تانية. فلو انت مش هتشتريه في عروض، من رايي ما تشتريهوش، مش فايتك اي حاجه. هو برودكت كويس، ولكن لو انت مقدرتك الماديه تجيبي كده انت حره يعني. الحاجه اللي بعد كده وهو الغسول بتاع سو ساندي، كنت بشوف ناس كتير قوي بتتكلم عليه وباين يعني ان انا بحبه، مخلصاه اصلا. حلو جدا، الغسول فوم رقيق جدا على البشره، بينظف البشره بشكل حلو من غير ما بينشفها. من وجهه نظري هو مناسب لكل انواع البشره. كان سعره 200 جنيه، فكان قيمه مقابل سعر بالنسبه لي بصراحه. يمكن في الصيف لما الصيف يدخل عليا مش هستخدمه كغسول اساسي، هستخدمه لازاله المكياج، هيبقى مرتاحه عليه اكتر. بس اوفرول 10 من 10 ونجمه. الحاجه اللي بعد كده وهي بتاعه الشعر، واللي هما دول كنت بشوف الناس بتلبسهم دايما، كنت ببقى عايزه اجربها. وكنت في الفيديو اللي هو لسه عاملاه لكم بتاع تشتروا ايه بالفلوس العاديه، قلت لكم تشتروها منين وازاي وكده. تحفه بصراحه، بحبها قوي. هي ممكن الناس تشوف انها دلع وتافهه، بس انا بالنسبه لي كانت لذيذه، وكل فيديو بعمل فيه سكين كير هتلاقوني بلبسهم دايما، فهم لا حلوين جدا وبحبهم. الحاجه اللي بعد كده وهو الاكراتين. الاكراتين كان طالع ترند اصلا السنه اللي فاتت واللي قبلها كمان. الاكراتين عشان خاطر التجاعيد، عشان خاطر الحبوب، عشان يعمل تقشير للبشره، عشان حاجات كتيره. الاكراتين بصراحه انا بشوف ان هو حاجه اساسيه، خليها معاكي دايما في البيت. يعني هي مش حاجه ترند وهتخلص. انا عن نفسي بستخدمه عشان خاطر ال 111 اللي عندي دي. لما بحس ان انا طالع لي حبايه بستخدمه، وهعمل لكم فيديو كامل ازاي نستخدمه. انا كنت عاملاه زمان بس هعمل له ابديت بمنتجات جديده. عامه بشوف ان الاكراتين لازم يبقى عندنا. ابداوا بالتركيز المناسب ليكم. انا جايبه النص لان انا اوريدي متعوده عليه، لكن انتوا ابداوا بالتركيز الربع، عشان هو حرفيا استخدامه الغلط نتيجته العكسيه مشاكل وحروق وقشور واسمرار وكل حاجه محدش يحبها. بعد كده من تيلوفيل، وانا عملت لكم فيديو كامل على تيلوفيل انا ليه ما بحبهاش. براند اوفر ريتد، اوفر برايسد، بدفع فلوس كتيره قوي ما باخدش نتيجه كويسه. ده البودي لوشن بتاعهم، الفيديو بقى فيه كل الريفيو بتاع كل منتجاتهم. لا ما بحبش تيلوفيل، واي حد كان بيعمل عليها اعلانات هو اعلانات مش اكتر. الحاجه اللي بعد كده وهي المافالا دبل لاش ماسكارا، ما بحبهاش بصراحه. يعني شايفه انها اوفر ريتد قوي، وهي اوريجينال. انا ما اعرفش، يعني انا لما عملت لكم الشورت اللي هي كانت على يوتيوب واتكلمت فيها في تيك توك وعلى اسمه ايه ده انستجرام، الناس كانت معايا انها فعلا مش حلوه. هي بجد مش حلوه، كانت بتحرق عيني جدا، وكانت بتطلع لي كمان حبوب وفسافيس صغيره في حواجبي، فانا ما حبيتهاش. ما اعرفش، في ناس تانية بتحبها، فدي انا شايفه انها معتمده على التجربه الفرديه، بلاش تاخدوا رايي فيها قوي. الحاجه اللي بعد كده كنت بشوف ناس كتير قوي، ودي كان متاكده مليون في الميه انها اعلانات، بتشكر في الالفيف الهايلورون مويستر سيرم بتاع الشعر. ده صفر، ده بيرطب شعر الفنانه منى زكي بس. وحش وحش، ملوش اي 30 لازمه بجد. جربته على انواع شعور مختلفه وهو منتج فاشل فاشل. بعد كده الاسنس بتاع السنيل ميوسن، اشهر منتج كوري كان السنه دي والسنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها كمان تقريبا. هو حلو وكويس، وعلى فكره كميته حلوه سواء العلبه الصغيره او العلبه الكبيره. انا شايفه ان هو منتج يستاهل، وكان يستاهل الضجه اللي عليه. ولكن لو انت بشرتك فيها حبوب او معرضه ان يطلع لها حبوب، ابعدي عنه. ومعظم المنتجات الكوري اصلا مش هتمشي معاكي. بس هو عامه منتج كويس قوي، والميزه فيه ان هو فعلا بيدي ترطيب حلو.
عاجبني بصراحه، عاجبني مع ان في بدائل كتير مصريه قوي ليه، بس هو عاجبني. افشل منتج في الحياه الميال زيت الشعر، هتلاقوا ناس كتير قوي بتحبه، انا من الناس اللي ما فرقش معايا في اي حاجه. منتج اوفر ريتد في مصر هنا، اوفر برايسد. لا، نفترض ان انت هتجيبيه هتعرفي تستمري عليه وانت في مصر وبيتباع ب1000 وحاجه، هاتيه، غير كده ما تشتريهوش. انا عن نفسي كان بيخشن شعري، ما كانش مريحني، كان المره اللي بستخدمه فيه بلاقي شعري معفن، فلا لا، ده كان ترند فاشل بالنسبه لي. بعد كده الزيت بتاع الاورجن اويل من او جي اكس، هو ما بيعملش حاجه ان هو بيخلي ريحه الشعر حلوه، بيدي لمعه شويه وخلاص، غير كده شايفه ان هو ملوش لازمه، مش محتاجين تشتروه. هو ايه اللي بيحصل بره؟ ما علينا. بعد كده الاول ان وان كريم بتاع سنيل ميوسن، هو كويس بس هو كريم مرطب عادي بصراحه، ما بيعملش حاجه تحفه يعني. يمكن لو انت بشرتك من غير اي مشاكل هيديلك لمعه ويديلك الشكل اللي هو مش جلاس سكين، بس هيخلي بشرتك شكلها احلى، بيدي ترطيب حلو، ولكن عادي ما فيهوش اي حاجه اقدر اقول لك روحي اشتريها عشان هو فشيخ في حاجه. ولكن هو بيهيل البشره لو عندك جروح، عندك التهابات، مش عارف ايه، وده ممكن تاخديه من اي كريم سيكا في مصر عادي. عامله لكم فيديو كامل على منتجات السيكا اصلا، ابقوا شوفوه. بعد كده السنتيلا التونر بتاعهم ده كده كده يعتبر سيكا اصلا، فمش هتكلم تاني، روحوا شوفوا البدايل بتاعه الحاجات الكوري، بس هو على فكره حلو مش وحش، بس لو بشرتك معرضه للحبوب ما تشتريهوش. هقفل الازاز وجايه. الحاجه اللي بعد كده وهو سيرم التفتيح بتاع بيوتي اوف جوسن، ده الحجم الصغنن، على فكره هو كان حلو، ولكن عايزه اقول حاجه، لو انت مش هتجيبي العبوه الكبيره ما تشتريهوش. هو الفكره ان انت لو عندك تصبغ هو مثلا قاعد بقاله كتير، او اللي هو بقاله فتره كبيره وانت عماله بتحاولي تعالجي فيه، هو ممكن يبقى جزء من العلاج، ولكن انك هتعتمدي عليه لوحده وفاكره ان انت هتدفعي كل الفلوس دي فيروح مديكي نتيجه حلوه، لا، طولي بالك قوي. والعلبه الكبيره ممكن تجيب معاكي نتيجه، بس الصغيره ما انصحكيش. وانا عامه كنت عامله لكم فيديو اللي هو تشوفوا فيه بقى تشتروا الحاجات كلها منين، اوريجينال، الحاجات الكوري وكل حاجه، يبقوا روحوا شوفوه ضروري قبل ما تشتروا اي حاجه، عشان تضمنوا ان انتوا شاريين كل حاجه الاوريجينال منها. بس هل يستاهل ولا لا؟ شايف ان هو يستاهل عادي، بالنسبه لي انا كان كويس. الحاجه اللي بعد كده البورك فيل الهير شامبو بتاع سيرو بايب ده، مش هقول غير اي حد بيقول على الشامبو ده كويس هو بجد بيحور، خصوصا لو هي شعرها شعرها كيرلي او ويفي. لو شعرها ناعم صدقيها عادي، لكن لو شعرها كيرلي او ويفي وقالت لك ده حلو، اعرفي انها واحده بتحور. هو بينشف الشعر وبينظف عادي كويس، بس مش كويس قوي كده اللي هو ماشي انت ما فاكش سلفيت، بس لا، هو بجد وحش قوي، وناس كتير كانت بتشتكي منه. لو رحتوا شفتوا الفيديو بتاعي اللي هو الشورت او على انستجرام وتيك توك، هتلاقوا الناس بتشتكي منه، مش انا لوحدي. فهو منتج مش احسن حاجه، وكان معمول عليه حمله اعلانات كبيره جدا، ده من وجهه نظري. الحاجه اللي بعد كده البلسم ده، انا كنتش عايزه اجربه غير لما شفت ناس كتير عماله بترشحه، وغالبا هي كانت اعلانات، وهو مش وحش ولكن مش احسن يعني بلسم في الكون، هو عادي يعني، هو كويس بس مش الحاجه اللي هتروحي تشتريها مره واثنين وثلاثه وعشرة من الاخر. ولكن هو مش وحش تماما، بالعكس هو كويس. بس لو انتي شعرك كيرلي اخشن مني ما تشتريهوش، مش هيمشي معاكي كويس. بس يعني اعتقد ده كل حاجه انا محتاجه اقولها، ودي كل الحاجات اللي انا جربتها. قولوا لي انتوا جربتوا ايه ومتفقين معايا فيه، وايه اللي انتوا مش متفقين معايا فيه. هسالكم بقى سؤال، قولوا لي ايه الحاجات اللي انا رشحتها لكم قبل كده وبعد ما جربتوها طلعت حلوه، وايه الحاجات اللي انا رشحتها لكم قبل كده وما جاتش معاكم وطلعت وحشه. عايزه اعرف، وقولوا لنا كانت وحشه ازاي، وقولوا لي، وطبعا لازم تقولي لي نوع بشرتك ايه وطبيعه شعرك ايه، عشان ممكن تكون الحاجه مش لايقه معاكي انتي. وفي حاجه عايزه اقول لكم عليها، مش معنى ان منتج هو كان وحش معايا او معاكي ان هو منتج وحش في المطلق. لازم تقيمي انتي وبتتفرجي على انفلونسر عامه، ودي حاجه اتعلموها. لازم تختاري حد طبيعه شعره زيك، نوع بشرته زيك، وحتى لو هيقيم منتجات تانية يكون هو بقاله سنين بيقيم، فعارف يقول النتيجه عامله ازاي. وتقبلي فكره ان لو في منتج واحد ينفع مع الناس كلها، ما كانش كل الشركات دي طلعت تنافس بعضها، كنا كلنا استخدمنا كل حاجه زي بعض وخلصنا على كده. فهي الموضوع بيمشي كده. ولكن في حاجات بتبقى صرف هي وحشه، يا اما هي سعرها غالي قوي، فما ينفعش ان انا امدحها بالشكل اللي يخليني اقنعك انها لازم تبقى عندك وهي مش كده، زي مثلا فيفلين او حاجه. بس دي وجهة نظري، اشوفكم الفيديو الجاي.